في ليلة العيد جدو كولر بيحرم جماهير الأهلي من العيدية كاملة. أنا بحملك المسؤولية كاملة يا جدو كولر. انت النهارده يا جدو كولر موديست ده جدو موديست، انتوا عشان كبار زي بعض ولا ايه الحكايه؟ ولا هو ماسك عليك زله، ولا كان وعدك انه يتجوز بنتك ولا ايه يا باشا؟ يعني موديست ده الدكتور مش كاتبه لنا في الروشته بتاعه التشكيله يا جدو كولر. خلاص في افريقيا بنلعب وبنكسب، ايه حكايه الدوري وفي ليله عيد وليله وقفه عيد وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. جدو كولر النهارده فايزين 2-1 يا جدو كولر. انبي يبقى اول الدوري على حسابنا ويسجل الجون في الدقيقه 93 في البلاس 90 في السسبنس بتاع الاهلي على راي الكابتن ايمن الكاشف يا جدو كولر. ليه يا جدو كولر؟ ما احنا فايزين وحلوين وكهربا الراجل بيحتفل باول جونين ليه في الدوري وعامل جونين ولا اروع وجايب الكره بدماغه، اللي موديست الكره جات له شاطها بدماغه زي ما يكون بيشوط. ايه يا عم الكره الجون اهو، بتشوط الكره توديها في ورا استاد القاهره في مدينه مش عارف العاصمه الاداريه الجديده. يا عم ما تلعب يا عم موديست، يا عم انت جاي عشان تعمل ايه؟ الكره برده في كره في اول الماتش برده ملعوبه لك على دماغك شطها، ده كهربا اللي قد كده اللي ما يجيش قد ركبتك يا راجل. الكره جت على دماغه سجلها وجاب الجون بدماغه وجون تاني برجله. يعني كهربا النهارده ضيعت فرحته يا راجل، راجل المباراه ضيعت فرحته. حرام عليك يا جدو كولر. لحد دقيقه 60 ومستني موسم ابو علي الراجل طالما جاهز وقاعد ما تلعبه. احمد عبد القادر اللي اتركن لحد ما البارومه قربت تدخل عليه منزله النهارده 8 دقايق، هيعمل ايه؟ طاهر محمد طاهر النهارده كان لاعب وزي الفل وعامل ماتش حلو، بس خلاص كنت طلع طاهر ونزل رضا سليم او نزل وسام مكان موديست. اللي عملته ده وعملت ده في الاخر لما طلعت طاهر وبعد كده رحت منزل اكرم والسوليه مكان كوكا ومروان عطيه يطلع وينزل رضا. نص الملعب بقى مين عندك؟ بقى السوليه وقفشه وطاهر بيلعب قدام رضا وكهربا وسام ابو علي. بعد كده رحت ساحب كهربا ومنزل اكرم، مطلع طاهر ومنزل عبد القادر. يعني خرفت بعد ما الناس اتعادلت او قبل التعادل كمان، قبل التعادل بعد ما انت كنت فايز. هي يا جدو ما تهربش منك في الدوري والنبي، عايزين نكمل الفرحه وكانت ليله عيد ونقطتين يضيعوا كده من الاهلي وكمان انبي الملك البترولي يبقى هو اول الدوري على حسابنا احنا ويحتفل النهارده وبكره ولحد ما الماتشات المؤجله دي يمكن ما حدش عارف يفوز ويبقى اول الدوري وانبي يبقى على حساب الاهلي ياخد مننا نقطه. يوسف لبيب ده ولا اسمه حسين لبيب؟ يعني كابتن حسين لبيب رئيس الزمالك، لا طبعا ما اسموش حسين اسمه يوسف لبيب. بيجي له جونين كورتين بيسجلهم في دفاع الاهلي، دفاع الاهلي اللي هو شوربه النهارده. مش عارف انا محمد عبد المنعم ورامي ربيعه زي ما قال عبد المنعم لما طلع مع رامز جلال وقال لك انا برتاح جنب ياسر. يا عم هو ياسر اساسا هو ملك وقلب دفاع الاهلي الحقيقي. رامي وعبد المنعم النهارده ماسكين بعض ويوسف لبيب الكره بتعدي لا يسال عنها مصطفى شوبير. برضو الطاهر كان يسال عنها لان الكره ما فيش ضغط، ساب الراجل يلعبها محمد حمدي عرضها يوسف لبيب جابها. الجون الثاني كذلك الامر برضو. ايه يا جدعان؟ مصطفى شوبير برضو ما يسالش عنها. دفاع الاهلي يا جدو كولر انت قلت انا محتاج مدافع افريقي وحد محترف وبتاع، احنا معاك في الكلام ده وفعلا الاهلي عايز مدافع تقيل، وان شاء الله لما يرجع ياسر ابراهيم ويلعب جنب محمد عبد المنعم مش هنشوف الكلام ده. رامي مأدي وبيلعب في افريقيا يعني وكويس وتمام، ولكن في الدوري في مشكله. التغييرات اللي عملتها بعد الدقيقه 60 كانت تغييرات كويسه ودفعت بالقوه الهجوميه اللي عندك كلها، رضا بقى وكهربا وسام ابو علي وكان طاهر وقفشه، وعملت وجبت جون محمد هاني عمل كره حلوه وجابها كهربا وتمام وزي الفل. خلاص عايز تقفل بقى، مش لازم تنزل واحد بقاله قرون ما بيلعبش اللي انت راكنه اللي اسمه احمد عبد القادر. الراجل حريف وراجل لعيب وعندك كريستو راكنه وعندك الناس دي كلها. ليه؟ ده في فرق بتتنشأ على ريحه واحد زي الناس اللي عندنا دي. لما انت عندك الناس دي كلها لازم موديست كل ماتش يلعب 60 دقيقه وجنبه خلاص يا باشا كفايه على موديست. خلي كهربا مره وسام ابو علي مره ونزل الراجل ده مكان زي ما نزلت وسام النهارده ل 10 دقائق 20 دقيقه، نزل موديست زي كده. عمل حاجه ما عملش يشكر، هنشكره سواء ادى ولا ما اداش يبقى الراجل يعني كتر خيره. لكن مش كل ماتش كده في الدوري هيتحرق دمنا. كنا ماشيين في افريقيا وزي الفل يا جدو كولر، ليه بس؟ ليه تعمل معانا كده؟ لكن هنعمل ايه؟ يلا يعني مبروك على التعادل ومبروك لإنبي ان هو ماسك صداره الدوري وخد الحته بتاعت الاهلي اللي بيتميز بيها الاهلي في وسط الانديه المصريه كلها ان هو بيسجل بعد الدقيقه 90. إنبي النهارده خدها واحتفل ان هو الراجل هيبقى نادي اول الدوري. يوسف لبيب ده بصراحه يستحق يعني الراجل، وجاب جونين كهربا جاب جونين ابننا، ولكن ضيعتوا الفرحه عليه، ضيعتوا الفرحه على كهربا باول جونين يسجلهم.
يا راجل حرام عليكم، النهارده كهربا كان هيحتفل ويقول لك العيد والعيديه وبتاع، وانت العيد والعيديه وانت اللي مش عيد والعيديه. ليه بس النهارده تعملوا فينا كده؟ يلا زي بعض، نقطه كفايه وكانها زكاه الفطر. وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر المبارك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.